بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اخواتي وحبايبي الاهلاويه في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم. النهارده جايب لكم خبر جديد، خبر سعيد. وطول ما انت اهلاوي هتسمع كل يوم خبر جديد. الاهلي على ابواب المشاركه في بطوله جديده عالميه. ايه الحكايه وايه الروايه؟ عايز اقول لك ان انت ممكن شهر 12 اللي جاي تتفرج على الاهلي في كأس العالم للأندية عندنا هنا في القاهرة. ازاي الكلام ده؟ الكلام دوت جاي اقوله لك حصريا وبدري وقبل ما تعرفه من اي حد، ان الفيفا قرر استحداث بطولة جديدة اسمها بطولة الانتر كونتيننتال او العظماء السبع لابطال القارات. يعني دلوقتي في بطولتين لابطال الاندية، بطولة اسمها كأس العالم للأندية ودي بتقام كل 4 سنوات بمشاركة 32 نادي، ويكون نظامها يشبه تماما نظام بطولة كأس العالم للمنتخبات. في بطولة تانية هتقام كل سنة ودي بطولة الانتر كونتيننتال، بيشارك فيها 7 أبطال القارات. والبطولة دي بتكون كلها 5 مباريات فقط، بتقام على 3 مراحل. المرحلة الأولى بيصف فيها بطل آسيا وبطل أفريقيا وبطل الأوكيانوس، واللي بيفوز في المرحلة دي بيتقابل في المرحلة الثانية مع الفائز في التصفية الثانية اللي هي بتتم ما بين بطل أمريكا الشمالية وبطل أمريكا الجنوبية، والفائز بيتقابل في النهائي مع بطل أوروبا. يعني كلها 5 مباريات. أول ماتش بيحصل قرعة ما بين بطل آسيا وبطل أفريقيا، واللي بيكسب فيهم القرعة بيلاعب بطل الأوكيانوس. بعد اللي يفوز في المباراة دي بيلاعب الخاسر من القرعة. بعد كده بيتقابل الفائز من المباراتين دولت مع الفائز من مباراة بطل شمال أمريكا وجنوب أمريكا. الفائز من المباراتين دول بيوصل للنهائي وبيلعب النهائي مع بطل أوروبا. أول مباراة بتكون ما بين الفائز في القرعة ما بين بطل آسيا وبطل أفريقيا. يعني الأهلي بإذن الله وأمر الله لو فاز على الترجي التونسي هيدخل البطولة دي، يبقى هيحصل قرعة ما بينه وما بين بطل آسيا، والفائز في القرعة هيلعب على أرضه وسط جمهوره مع أوكلاند سيتي. يعني الأهلي لو كسب في القرعة هيلعب مع أوكلاند سيتي على استاد القاهرة. طيب لو الأهلي خسر في القرعة هيستنى الفائز ما بين أوكلاند سيتي وبطل آسيا وهيلاعبوا على أرضه هنا برضو في القاهرة. يعني بإذن الله وأمر الله لو الأهلي فاز على الترجي وفاز بالنهائي الأفريقي هيشارك في بطولة كأس العالم للقارات، واللي هيكون أول ماتش ليها شهر 12. ده خبر جديد وحصر ليك إنك إن شاء الله وبأمر الله هتشوف الأهلي في كأس العالم للأندية في أرض مصر في حالة الفوز بعون الله على الترجي في النهائي الأفريقي. ندخل بعد كده بقى على ملامح قائمة وتشكيل النادي الأهلي الموسم القادم بناء على التحركات اللي الأهلي بيتمها نحو الصفقات الجديدة، وبناء على التقرير اللي كتبه مارسيل كولر باحتياجاته. بالنسبة لحراسة المرمى خلاص استقر الجميع على ثبات محمد الشناوي والمتألق مصطفى شوبير والصاعد بقوة حمزة علاء. في حالة احتراف حمزة علاء بس الحالة دي اللي ممكن الأهلي يجيب فيها جون تالت، لكن لو حمزة علاء استمر مع النادي الأهلي فالأهلي اكتفى بالثلاث حراس بتوعه، محمد الشناوي بخبراته الكبيرة ومصطفى شوبير اللي ثبت ان هو قد المستوى وان هو مستقبل حراسة المرمى في النادي الأهلي، وطبعا الصاعد الواعد حمزة علاء اللي هيشارك مع منتخب مصر في الأولمبياد القادمة. يبقى كده حراسة المرمى الكلام شبه منتهي. بالنسبة لخط الدفاع وده اللي فيه كلام كتير، مارسيل كولر طلب 2 مدافعين، ولجنة التخطيط ولجنة الكرة ومارسيل كولر اتفقوا جميعا على ان لو في محترف في الدفاع هيكون محترف من شمال افريقيا لمعالجة العيب الظاهر والواضح في دفاعنا اللي بقاله فترة طويلة، اللي هو الدفاع في الكرات العرضية سواء الثابتة او المتحركة. فقرروا يجيبوا حد من شمال افريقيا لان هم متميزين في النقطة دي، وفي اكتر من اسم، في علاء غرام لاعب الصفاقسي، وفي زين الدين بالعيد لاعب اتحاد العاصمة، وكمان اسم جديد عبد الحمد بناصر اتحاد العاصمة. لكن الأقرب هو زين الدين بالعيد. زين الدين بالعيد الأهلي تقريبا يعني خلص شوط كبير في المفاوضات معاه وخد يعني موافقة اللاعب، وفاضل بس الموافقة بتاعت النادي. اللاعب فيه في عقده بند ان هو شرط جزائي يدفع 600 ألف دولار وينتقل لأي نادي، لكن النادي الأهلي مش بيفضل ان هو يستخدم الشرط الجزائي.
علاقته كويسه بالنادي، وعايز ياخده عن طريق النادي يعني وعن طريق المفاوضات، واعتقد ان ده اقرب للنادي الاهلي. وفي حاله عدم الوصول لاتفاق مع لعيب من شمال افريقيا، ففي بعض اللعيبه المحليه اللي الاهلي يعني حاطط عينه عليهم، زي مثلا محمد اسماعيل ومصطفى العش من زد، في اياد العسقلاني ده محترف في روسيا من النادي الاسماعيلي برضو، وفي عمر فايد. دي اسماء برضو محليه الاهلي بيتكلم معاها بالنسبه لخط الدفاع. بالنسبه لخط النص، الاهلي خلاص استقر على عوده احمد قندوسي، وعنده لعيبه كويسه جدا في خط النص، كوكا وامام عاشور ومروان عطيه والسوليه في خط النص كده تمام بعوده القندوسي. ولو في صفقه هتتم في خط النص هيبقى لاعب من الطراز الاول، الطراز الفريد، زي مثلا محمد علي بن رمضان. ده الحاله الوحيده اللي ممكن الاهلي يفكر ان هو يجيب لعيب في خط النص. ندخل بقى على الباك الشمال. فالباك الشمال يعني لغايه دلوقتي علي معلول ما جددش، لغايه دلوقتي في اختلاف على المقابل المادي، فالاهلي عامل يعني بدائل. هو بيتكلم مع يحيى عطيه الله، ده محترف في الدوري الروسي. وطبعا محمد شكري، عوده محمد شكري كان معار لسيراميكا كليوباترا، فهو الاهلي مأمن نفسه برضه من ناحيه الباك الشمال. يحيى عطيه الله اقترب بشده لانه عنده بند في عقده مع النادي الروسي، لو النادي الروسي هبط ويحق له الرحيل، والنادي الروسي بتاعه هو في اخر الدوري، فيحيى عطيه الله برضه يكون الاقرب للاهلي في ناحيه الباك الشمال. بالنسبه للهجوم، في اكتر من اسم، لان طبعا انتوني مودست زي ما احنا شايفين وحاسين ان هو مش هيكمل، والاهلي بيجهز نفسه. في محمد كانوتيه ده بيلعب في الدوري الروسي، ده لاعب دولي بوركيني. وفي محسن بوريكا ده مهاجم الدوري المغربي، ده بيلعب في المغرب الفاسي. وفي اسماء محليه زي مصطفى زيكو لاعب زد، واسامه فيصل لاعب البنك الاهلي. يعني شايف ان الاهلي بيحاول يكون سكواد جامد جدا عشان يدخل بيه الموسم الجاي البطولات القويه اللي احنا داخلين عليها. زي ما قلنا في انتر كونتيننتال وفي كاس العالم للانديه، في بطولات قويه جدا. اتمنى التوفيق لاداره النادي الاهلي في الحصول على الصفقات القويه لتدعيم الفريق. ويا ريت لو الفيديو عجبك تعمل لايك على الماشي وانت ماشي، والسلام عليكم.